انا حكايتي شبه حكايه مسلسل الوصايا بتاع منى زكي، قصدها مسلسل تحت الوصايا. انا جوزي توفى من سنه ومن ساعتها ما شفتش يوم حلو، لاني ساكنه في بيت عيله وكل واحد ليه شقته، بس كل الشقق البيبان مفتحه على طول على بعض. قبل ما جوزي يموت كنت كويسه وحياتي حلوه، كان بيحبني وكويس معايا، وخلفنا ولد عنده 4 سنين دلوقتي. انا مش عارفه اعيش. من ساعه ما مات اهله بيتحكموا فيا، وده ما كانش بيحصل قبل ما يموت. دلوقتي بيتحكموا في كل حاجه، لان جوزي كان بيشتغل مع ابوه واخواته الاتنين الولاد، وكل حاجه باسم حمايه، ومش كاتب غير محل واحد بس لكل واحد فيهم، مع انهم تجارتهم كبيره وحياتنا كانت كويسه ومادياتنا كانت كويسه قبل ما جوزي يموت. لكن بعد ما جوزي ما خدتش اي حاجه، مع انه بيشتغل مع ابوه من هو عيل، بس ما فيش اي حاجه باسمه غير المحل اللي مشغله دلوقتي اخواته ومعاهم حمايه، وهم اللي بيصرفوا، مش بيدوني اي فلوس، مش بيدوني مليم في ايدي. الاكل بقى في شقه حمايه وحماتي، مفيش لقمه تدخل بيتي. عاوزه اكل انزل تحت انا وابني عشان ناكل، ومطلوب مني اني اساعد كل يوم في عمل الاكل، ولو يوم تعبت وما ساعدتش في المطبخ يعملوني وحش. اشتكيت لاهلي الوضع ده بس ما حدش نصفني، قالوا لي عيشي عشان خاطر ابنك، ده نصيبك. طلبت من حمايه مصروف من ايراد المحل، قال لي هتعملي بيه ايه؟ احنا بنكبر فلوس ابنك، واديكي بتاكلي وبتشربي، هتعوزي ايه تاني؟ انا كنت ساكته وخلاص، لان اهلي مش واقفين معايا. بس من شهر حماتي قالت لي ان عايزه تجوزني ابنها الصغير. انا اتخضيت لانه اصغر مني بيجي 5 سنين ولسه في كليته، وانا بعامله زي اخويا الصغير. ولما قلت لحماتي كده قالت لي قدامك حلين، يا تتجوزي فلان اسم الاخ وانا شلته وتفضلي عايشه في شقتك، يا تقفليها وتنزلي تقعدي معايا لو مش راضيه تتجوزيه. احنا مش هنسيبك تقعدي لوحدك تاني. وكاني قاعده في الشارع ومش معاهم في نفس البيت. انا مش عارفه اعمل ايه. انا مش عايزه مشاكل معاهم، بس مش عاوزه اتجوز. ولو بايدي كنت رجعت بيت ابويا ووقفت في المحل وشغلته، بس الوصايه مع حمايه ومش معرفني اي حاجه عن المحل. شوري عليا اعمل ايه معاهم عشان يسيبوني اقعد في شقتي من غير ما يجوزوني الولد الصغير. دي كانت الرساله، ولكني سالتها سؤال: طب اشمعنى عايزين يجوزوكي الولد الصغير؟ طب هو الولد ما عندوش اعتراض؟ قالت لي ان هم متعلقين قوي بابنها علشان هو الولد الوحيد في البيت، بدون الدخول في تفاصيل مش هينفع اذكرها عشان خصوصيه الحاله، الا ان الولد الصغير ليه ميزه وحماها وحماتها عايزينه على طول معاهم. في الواقع انا قلت لها قانونا مش هقدر اقول لك اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي هقدر اكلمك فيها واشور عليكي فيها انك اوعي تتجوزي طبعا الاخ الصغير، لان ده مش حل لاي مشكله معاهم، بالعكس ده هيزودها. جوازك من اخ تاني في العيله هيعمل مشاكل، وهيخليكي طول الوقت حاسه ان انتي مش في امان وان انتي لسه تحت ضرسهم، لان في الواقع هم عايزينها معاهم عشان تبقى تحت ضرسهم، عشان بعد كده الفلوس او المحل او غيره في التجاره دي ما تروحش لحد غريب. دي حاجة، وما ظنش هي الحاجة رقم 1 قوي، على قد ان هم عايزين كمان الولد يكون متواجد دايما معاهم ويكون تحت ايديهم. ولانها كمان ذكرت ان الجد والجدة متعلقين بيه قوي، وهي قالت ان هم بيحبوه، ولكن المعاملة معاها هي اللي مش احسن حاجة. الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر اقولها فيها بعيدا عن موضوع زي ما قلنا القانون، لان ده حاجة نتمنى ان هو يتعدل فيها او ان يتم النظر ليها بعين الاعتبار وتغييرها بعد المسلسل والنجاح المبهر للمسلسل، لان طبعا مفيش حد امن من الاب والام على فلوس واموال اولادهم، وخصوصا لان الاب او الام دول هم في شركه، وزي ما بنقول الجواز شركه. فالست لما يكون شريك حياتها يتوفى ملهاش الحق انها هي اللي تصرف على اولادها وتعرف اوجه الصرف دي يتم ازاي، ده طبعا مش مقبول. ولكن دي مساله يحلها القانون. اللي احنا بنتكلم فيه هنا انها ما تتجوزش تاني من نفس البيت، لان اللي جاي من حياتها هي حره فيه، هم ليهم بس في الحفيد، ملهمش فيها هي ان هم يجبروها انها تتجوز. هي متخوفه لان الشقه اللي هي قاعده فيها باسم حماها مش باسم جوزها، ودي حاجه يفتيها فيها محامي مش انا، من حيث حضانتها للطفل، وهل تقدر لو رفضت انها تتمكن من الشقه ولا لا. انا بالفعل وصلتها بمحامي تستشيره في الموضوع ده، والرجل شكر لا سعي وبوجه له الشكر من هنا، قدم لها ده بشكل مجاني. لكن مش دي القضيه. ما يهمنا هنا دلوقتي اني ارجوكم ارفضوا الجواز، لان دي شفتها كتير وبتحصل في الصعيد كتير وفي الارياف كتير، ان الزوج يموت واحد الاخوه يتجوز الزوجه حتى لو هو متجوز. في الحياه دي اكتر حد هيعاني في العيشه دي هي الزوجه، والاولاد ما بيتنصفوش. مش معنى ان هم جوزوها الاخ الاصغر ولا اي اخ فيهم انه كده هي هتاخد حقوقها الماديه او هم بيهموها بكده، لكن ده ما بيحصلش. انا اللي طلبت منها انشر الرساله دي لاني حسيت ان توقيتها كويس جدا، لاني قبل كده على مدار ال6 اشهر اللي فات مثلا جات لي رسالتين محتواهم شبه المحتوى ده، وكان برضو بسبب وصايه اهل الزوج على اموال ومحاوله السيطره على حياه الزوجه. لكن ولا واحده فيهم قبل كده طلبت مني ان انا انشر لها قصتها، ولا انا نشرتها، لاني كمان ما كنتش اعرف ان الموضوع متشعب قوي كده، وان في اسر وفي ستات كتير متضررين قوي من موضوع الوصايه. عشان كده انا اللي طلبت منها ان انا انشر القصه بتاعتها دي. وبالنهايه تنويه مهم ان اي قصه بتجيلي ما بنشرهاش الا بعد موافقه صاحبها، وفي الاغلب بيكون هو اللي طالب الراي، او انا شايفه ان الموضوع يستحق ان الناس تسمعه او يقولوا رايهم فيه. كانت معكم فيبي انور السيناريستيه. يومكم سعيد.